السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة شهوات مريم من المغرب، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بسبوسه بنكهه البرتقال. كتجي لذيذه بزاف، مكونات اللي هما بساط متناول الجميع والطريقه سهله، والاهم من هذا الشيء كتجي لذيذه بزاف. غادي نخليكم تكتشفوا معي المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 2 حبات ديال البيض يكونوا بحراره المطبخ. غادي نضيف كاس الى ربع ديال السكر، كيس من السكر المنسم بالفاني، شويه ديال الملح لتعديل الذوق. عندي هنا قشور ديال البرتقال محكوكين، وغادي نخلط هاد المكونات حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف هنا واحد نص كاس ديال الزيت، ونضيف واحد الياغورت بنكهه الفاني، وغادي نخلط هاد المكونات. وهنا غادي نضيف 2 كيسان ديال العصير ديال البرتقال، وغادي نخلط هاد المكونات حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف نص كاس ديال جوز الهند او الكوك، وغادي نضيف الكاس الاول ديال السميد الناعم، وغادي نخلطهم حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم بهذا الشكل. وهنا غادي نضيف الكاس الثاني ديال السميد الناعم، وغادي نضيف 2 خمارات بيكين باودر او خميره الحلويات بوزن 16 غرام، كل خميره فيها 8 غرام. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي هو خفيف، ما كيجيش ثقيل، كيجي خفيف. هانتوما غادي تشوفوا في الفيديو القوام ديال الخليط. كيكون هذا هو القوام ديال هاد البسبوسه هذه او هاد الخليط، كيكون خفيف. وهنا عندي هاد الصينيه هذه ديال الفران اللي دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميد الناعم على هذا الشكل. وغادي نفرغ فيها هاد الخليط ديال هاد البسبوسه، وفي هاد الاثناء راه الفران شعلته كيسخن، وغادي ندخلها للفران، وغادي ندوزو باش نصايب معكم السيرول باش غادي نسقيو هاد البسبوسه هذه. بالنسبه لهاد السيرو، عندي هنا الكاس ديال السكر، وغادي نضيف 2 كيسان ديال عصير ديال البرتقال، نضيف واحد معلقه كبيره ديال القشره ديال البرتقال المحكوكه، وغادي نخلط هاد المكونات وغادي نحطهم فوق النار حتى كيغليو مزيان. وهنا من بعد ما طابت لينا البسبوسه خرجتها من الفران مباشره، غادي نسقيها بالسيرو اللي حضرت معكم ديال البرتقال، نسقيوها مزيان، وغادي نخليها فوق سطح العمل حتى كتشرب هذا السيرو هذا، وغادي ندوزو باش نزينوها.
وبالنسبه للتزيين انا زينتها هنا بجوز الهند او الكوك. المذاق ديال الكوك كيتواتى مع المذاق ديال البرتقال، وانتم زينوها على حسب الذوق ديالكم. وهنا غادي نقطعها على شكل مربعات، وانتم قطعوها على حسب الرغبه ديالكم، كيبقى لكم الاختيار، قطعوها على شكل مربعات صغار او على شكل مربعات كبار. وغادي نزينها هنا بالبرتقال. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديال البرتقال اللي حضرت معكم بمكونات اللي هما بساط دغيا غادي توجدوها، ما كتاخذش منا الوقت بزاف، كتوجد بسرعه والنتيجه رائعه، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق، كتجي هشيشه ولذيذه بزاف. جربوها ان شاء الله، راه غادي تعجبكم لعشاق البرتقال. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.